سوري يا مريم، والله انا ما اعرفش ان ميمه كانت تعبانه. الف سلامه عليها. انت عارفه انا لو كنت اعرف كنت جيت لك المستشفى على طول. الله يسلمك يا هانيا. مفيش مشكله يا حبيبتي، انا عارفه ان انت ما كنتيش تعرفي. عارفه. مراد عدى عليا في المستشفى وقال لي ان في مشاكل بينكم، فاكيد يعني ما كانش هيقولك. مش عارفه اقول لك ايه يا مريم. احنا فعلا سيبنا بعض، وانا من وقتها متلخبطه ومتوتره ومش فاهمه اي حاجه. انا طول عمري اسرع واحده في الدنيا امشي واموف اون. المره دي انا بجد مش عارفه اعمل كده. مش قادره اقبل فكره ان هو ممكن ما يكونش معايا وما يكونش في حياتي بعد كده. عشان انت بتحبيه يا هانيا. مراد فعلا من انضف الناس اللي انا عرفتها في حياتي، فلو في عندك غلط حاولي تصلحيه. انا ما اقدرش اقول لك ان انا ما غلطتش، بس عادي، مين فينا ما بيغلطش؟ وعلى فكره الغلطات اللي هو كلمني فيها دي كان عادي ممكن يسامحني. انا فعلا بحبه يا مريم، ومحتاجه بس فرصه اقعد اتكلم معاه مره، وانا عارفه ان احنا هنعرف نحل كل حاجه. ممكن تساعديني من فضلك ان انا اقعد معاه؟ حاضر يا هانيا، حاضر. اوعدك هحاول اعمل كل اللي اقدر عليه. مساء الخير يا جماعه. ازيك يا هاني؟ ازيك يا ريهام؟ ايه يا ريكو؟ مريم، انا عايزاكي في موضوع مهم. بخصوص سيف؟ طب هقوم انا اسيبكوا عشان تعرفوا تتكلموا. لا لا، استني استني يا جماعه، انتوا مش ملاحظين ان احنا التلاتة عندنا نفس الظروف، نفس المشاكل؟ احنا لازم نتكلم بصراحه. هو انتوا مش ملاحظين اللي بيحصل لنا ده مش صدفه؟ يعني احنا التلاتة فجأة عندنا مشاكل، اللي مع جوزها واللي مع صاحبها وخطيبها في نفس الوقت. ما هو اكيد في حاجه غلط. مريم، انا مخنوقه قوي. سيف ما بيردش عليا من امبارح ومش عارفه اعمل ايه. طب ممكن بس تهدي وتقولي لي ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل لنا كلنا كده. مريم، انا عايزه اطلب منك طلب واحد بس. ممكن تخلي ستيم يتدخل في الموضوع ويكلمه؟ انا مش عايزه حاجه غير ان هو يرد عليا وبس.